يا مساء الورد. الحقيقة أنا طالع لايف مخصوص عشان أقول تحية إجلال وتقدير لفتيات وسيدات مصر المبدعين في كل المجالات. البطولة اللي احنا فيها دي هي بطولة لكرة القدم للسيدات، واللي فاز فيها فريق مسار للسيدات بدرع الدوري المصري الممتاز 2025-2026. الحقيقة حاجة في منتهى الروعة ومنتهى الجمال. كان نفسي أوريكم الماتش على الهوا، ولكن قلت لا اوريكم التتويج بقى. الفتيات كانوا بيلعبوا كوره احسن من لعب الاهلي امبارح. والله العظيم ما ببالغ. التقسيمات والباصات وايه الجمال والروعه دي. اكبر واحده فيهم ما كملتش 17 ولا 18 سنه، الباص بتاعتها فيها شفا. كوره محترمه يعني. انا انبسطت النهارده يعني لما شفت الكره الجميله دي. عوضونا شويه من اللعب بتاع الاهلي بتاع امبارح للاسف يعني، لكن انا فرحان ان في فعلا رياضه نسائيه، وتحديدا في كره القدم اللي هي الكره الشعبيه فيها للرجال، ولكن الحقيقه برضو السيدات اثبتوا ذاتهن في الموضوع زي ما بيقول. هوريكم كده الفرحه بتاعه الفتيات، وهحاول كمان انزل لكم الملعب تشوفوا على ارض الواقع. ده طبعا ليهم الحق ان هم يحتفلوا ويفوزوا بالدوري. فازوا بدرع الدوري فريق مسار لكرة القدم سيدات. لحظات ويتم تسليم الدرع هنا في ملعب رايد تو دريم بمدينة بادية في اكتوبر الجديدة. والله كانوا بيلعبوا لعب رائع. انا ما كنتش متخيل الحقيقه ان انا اشوف فتيات في الاعمار ديت بيلعبوا الكره الاحترافيه دي. لا، بيلعبوا باحتراف، بيلعبوا بحب للنادي بتاعهم، بيلعبوا ان هم يفوزوا. يعني الفريق اللي فاز بالبطوله هو فريق مسار للسيدات، كان بيؤدي في الملعب اداء بطولي. نتمنى كده ان احنا نشوف الاداء البطولي ده ان شاء الله في المباراه الجايه بقى للاهلي مع الزمالك. طبعا ده كلها استعدادات لتسليم درع الدوري لفريق مسار للفتيات اللي فازوا. دي احدى البطولات اهي اللي جابت جون. الجوان رهيبه، الجوان فعلا يعني ايه الحلاوه دي. اهو يلعبوا طبعا حقهم ان هم ينبسطوا. زمايلهم نزلوا يشاركوهم الفرحه في الملعب اهو، وأسر اللعيبة طبعا وأصدقائهم. بنكرر فريق مسار